عمرك سألت نفسك ليه في بيوت نظيفة ومرتبة بس تقيلة على القلب، وفي بيوت بسيطة بس أول ما تدخليها تحسي براحة غريبة، مش علشان الفرش ولا علشان الديكور، لكن علشان البيت ده مش شايل هم زيادة. الفيديو ده مش معمول علشان يخوفك ولا يقولك إن بيتك فيه حاجة غلط. الفيديو ده معمول علشان يفتح عينك على حاجات صغيرة احنا اتعودنا عليها، بس بتسرق واحدة واحدة راحتنا وطاقتنا وإحساسنا بالبركة، ومن غير ما ناخد بالنا بنقفل على نفسنا. اقعدي واسمعيني وما تستعجليش علشان الكلام ده محتاج قلبك وعقلك يفهموه. وأول حاجة هنتكلم عنها في فيديو النهاردة هي التراكم الصامت، أخطر حاجة في أي بيت. التراكم مش بس هدوم ولا حاجات، التراكم حاجات مؤجلة وحاجات لبعدين وحاجات حرام نرميها. كل حاجة انت مأجلاها في بيتك مأجلاها جوه دماغك، أدراج مقفولة، شنط محطوطة فوق بعض، كراكيب ما بتتلمش، حاجات تحت السرير مستنية لا تحتاجيها في يوم من الأيام. دي كلها رسائل لعقلك إنه في حاجات ناقصة، إنه في فوضى حتى لو انت مش واعية. العقل ما بيحبش الفوضى وبيترجمها على إنها توتر وقلق وكسل. الحل الحقيقي مش حملة تنظيف، الحل هو التخلي الهادي كل مرة من غير ذنب ومن غير تبرير. ومن أكتر المشاكل اللي بتواجهنا إن البيت بيطلب مننا أكتر ما بيدينا. في بيوت تحسسك إنك شغالة عندها مش عايشة فيها، كل ما تدخلي بيتك تلاقي فيه طلبات، في حاجات ناقصة، في حاجات بايظة، وده بيخلق إحساس خفي إنك دايما مقصرة حتى ولو بتعملي كل اللي عليكي. اسألي نفسك، هل بيتي بيريحني ولا دايما محتاج مجهود مني؟ الحل ببساطة إنك تقللي الحاجات اللي ملهاش لازمة، واختياراتك تبقى أقل في أي حاجة هتدخليها بيتك، تبقي عارفة انت بتدخليها ليه وعشان ايه وهتفيدك ولا لأ. مش كل ركن لازم يبقى مليان حاجات كتيرة تبقى في الآخر عبء عليكي في التنظيف وفي التنظيم، وكمان تدي لعينك مظهر إن كل حاجة فوق بعضها. ودلوقتي محتاجين نعرف مع بعض إن الأماكن المخفية ليها تأثير نفسي كبير جدا عليكي. الأماكن اللي محدش بيشوفها هي أكتر أماكن بتأثر علينا. درج ملخبط، دولاب مكركب، مطبخ من جوه مش متظبط، وكل حاجة من على الوش تبان إنها رايقة ومنظمة، لكن لما تفتحي من جواها تلاقي كل حاجة على بعض. ليه؟ لأنك انت اللي شايفاهم وعقلك مسجلهم. العقل ما بيفرقش بين ظاهر ومخفي، هو حاسس بالفوضى وخلاص، وده يمكن سبب من أسباب عدم الارتياح اللي بتشعري بيها دايما حتى بعد ما تعملي كل حاجة في يومك. والحل إنك كل يوم تخصصي نص ساعة أو كل أسبوع حتى لمكان واحد في البيت تنظميه وترتبيه من غير ما تضغطي على نفسك. ولازم تعرفي حاجة مهمة جدا، البيت اللي مفيهوش نظام بيساوي استنزاف يومي للطاقة والمجهود. مش إن البيت وحش، لكن الحاجات اللي ملهاش مكان وكل مرة بتدوري عليها وكل مرة بتتعبي زيادة عشان تلاقيها، ده بيعمل إرهاق وتسويف وكسل. ولازم تعرفي إن النظام مش رفاهية، النظام هو سبب راحتك النفسية. الحل إن كل حاجة يكون ليها مكان حتى لو المكان مش مثالي، بس المهم إنك لما تعوزي حاجة تبقي عارفة على طول مكانها، مش تفضلي تدوري عليها يا ترى أنا شلتها هنا يا ترى حطيتها هنا، وكل ده بيتكرر يوميا معاكي. ومحتاجين كمان ناخد بالنا من الكلام اللي بيتقال جوه البيت. في بيوت الشكوى فيها أكتر من الضحك، الصوت العالي أكتر من الهدوء، وده بيأثر على المزاج والحالة النفسية وحتى على العلاقات وعلى الإحساس بالرزق. الكلام ليه أثر على النفسية، مش مجرد مصطلحات وواقع يومي. الحل إننا نكون مصدر الراحة لنفسنا، نختار بهدوء ونشتكي أقل ونحمد ربنا في السراء والضراء، ونهدي الشكوى ونبرة الزعل والحزن اللي بتبقى في كلامنا دايما. طب يا ترى إهمال الست لنفسها بيعمل خلل في البيت؟ طبعا. لما الست تصحى تعبانة بتقعد بلبس مرهق، بتلبس أي حاجة، بتنسى نفسها، البيت كله بيتأثر، وهي أصلا ما بيبقاش ليها نفس الحاجة. مش لأنك أنانية، لكن لأنك المحور اللي في البيت اللي بيدور حواليه كل حاجة في البيت. لو نفسيتك مرتاحة ومهتمية بنفسك هتعرفي بعد كده تهتمي بأي حاجة حواليكي. الراحة مش بس في التنظيف، الراحة في الست نفسها صاحبة البيت. الحل في تفاصيل صغيرة جدا وبسيطة، لبس يريحك، ركن هادي يكون خاص بيكي، وتعملي وقت لنفسك وتهتمي بنفسك. لما تحسي انك مدية نفسك حقها هتعرفي تدي لكل حاجة حواليكي حقها. وساعات كمان في حاجات بتدخل البيت من غير اختيار منك، زي هدايا أو حاجات قديمة أو أشياء واخداها مجاملة. كل حاجة مش مختاراها بتعمل تقل في البيت. الحل إنك تختاري بوعي، ويكون عندك فن التخلي عن الأشياء اللي ملهاش لازمة. يعني احذفي من قاموسك كلمة يمكن أحتاجها بعدين. وخدي بالك من حاجة مهمة جدا، إنك مهم ترتبي نيتك
أهم من إنك ترتبي بيتك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني وإنتي بترتبي حاسة بإيه؟ حاسة بغضب، بضغط، ولا رغبة في الراحة؟ لما إنتي بتيجي تنظفي بيتك بيبقى جواكي شعور إن ده إجباري وشيء فرض عليكي، ولا بيبقى جواكي شعور إن أنا كده ربنا هيرزقني وهيوسع عليا، وإن أنا بهتم بنعمة من نعم ربنا عليا عشان يبارك فيها ويزيدها؟ في فرق كبير بين النيتين. الترتيب بنية الهدوء والراحة والمحافظة على نعمة ربنا كرمني بيها، والشكر والثناء عليها في نظافتها وترتيبها، ده بيغير إحساسك بالبيت والتنظيف 180 درجة. في النهاية لازم تعرفي إنك مش محتاجة تبقي ست خارقة، ولا بيتك يكون بيت مثالي. انت محتاجة تخففي الحمل من عليكي شوية من غير ما تقسي على نفسك، لأن الراحة مش بتيجي فجأة. الراحة بتدخل لما التراكمات والفوضى والعشوائية كل ده يختفي من حياتك، تبدأي تحسي براحة وهدوء وعدم إحساس بالذنب وإنك مقصرة، وترجعي ترتاحي نفسيا وتحسي بنفسك وبحياتك. وكمان لازم تعرفي إن البيت مش مسؤوليتك لوحدك، التنظيم مشاركة لازم يشارك فيها كل أفراد الأسرة. في نقطة مهمة جدا وغالبا بنعديها أو بنتجاهلها علشان متعودين نشيل كل حاجة لوحدنا. البيت مش مسؤوليتك لوحدك كست بيت، ولا شطارتك إنك تتعبي أكتر، ولا إنك تفضلي ساكتة ومضغوطة. انت مش عاملة في البيت، انت شريكة فيه. وهنا لازم نفهم ليه الضغط بيزيد على كل ست، لأن هي اللي بتشوف اللي ناقص، وهي اللي بتلحق الحاجة قبل ما تقع، وهي اللي بتعدي ومع الوقت بتتعب وتزهق وتحس إنه محدش مقدرها. الحل هنا مش زعيق، الحل نظام زائد حب. مهم جدا تعملي نظام مشاركة حتى ولو بسيط. مش مطلوب كل حاجة تبقى مثالية، ولا الكل يتغير بين يوم وليلة. وهنا مهم تعرفي ازاي تطلبي منهم من غير خناق. الطريقة أهم من الطلب نفسه. بلاش تقولي أنا اللي بعمل كل حاجة ومحدش بيساعدني وسايبين كل حاجة عليا ومحدش مقدر تعبي. استخدمي كلمة محتاجة مساعدتكم، خلونا نعمل ده مع بعض، خلونا نقسم الشغل ونخلصه بسرعة عشان نرتاح ونلاقي وقت أكبر نقعد فيه مع بعض. كلام هادي ونبرة حب من غير تهديد ومن غير مقارنة. ويا سلام كمان لو في بعد كده مكافآت بسيطة. ولازم تفهمي إن لو هما مش متعودين ده طبيعي، طبيعي جدا إن الزوج يتلخبط والأولاد ينسوا ويستسهلوا ويرجعوا للعادات القديمة تاني من أول وجديد. ده مش معناه عناد منهم، ده عادة جديدة بتتكون جواهم ولسه مش واخدين عليها. أي عادة عايزة وقت وتكرار وتذكير من غير عصبية. وزي ما قلنا نظام المكافآت للأولاد مهم جدا. الأطفال ما بيفهموش بالكلام بس، بيفهموا بالتحفيز. مش لازم فلوس، ممكن كلمة شكر، حضن، اختيار حاجة هو بيحبها ونعملها، لو كانت مشروب، لو كانت أكلة، لو كانت بونبوناية، لو كانت بسكوتة. حاجات من دي بتفرق معاهم جدا وبتحفزهم، خصوصا لما بيبقوا أكتر من طفل، وطفل يقوم بالمهمة بتاعته وياخد مكافأة والتاني ما يعملش المهمة بتاعته فما بياخدش المكافأة، فده بيبقى حافز للاتنين إنهم يعملوا الحاجة المطلوبة منهم. وهنا المكافأة عندهم بترتبط بالتنظيم وبالترتيب وبحاجة حلوة مش بعقاب. ومع الوقت الحمل بيخف عليكي. مع التكرار الطفل بيرتب مكانه، بيشيل ألعابه بعد ما يخلص، بيشيل كتبه وكراسته مكانها بعد ما يذاكر. الزوج بيشارك من غير طلب على الأقل، حتى لو هيحط كل حاجة بيستخدمها في مكانها الصحيح. والبيت هيبقى أخف وانت هترتاحي، مش فجأة لكن بثبات وبتنظيم وبصبر منك شوية. يا ريت تكون الرسالة وصلت، انك مش مطالبة تشيلي كل حاجة لوحدك ولا تشيلي البيت على دماغك. وطلب المساعدة مش ضعف ولا تقصير منك، ده وعي. والبيت اللي الكل موجود فيه الكل لازم يشارك فيه، وده بيخليه أهدى وأخف وأقرب للقلب. في النهاية كل ست تستحق إنها تعيش الراحة النفسية جوه بيتها، تستحق إنها تعيش في هدوء وترتيب ونظام، ويكون بيتها مفهوش فوضى ولا كركبة ولا تراكمات تضغط عليها وتخليها مش قادرة تقوم بمهامها اليومية. وبكده خلص الفيديو بتاع النهاردة، بس كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. استنوني في فيديو جديد قريب جدا. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.